في اي مجال طبي لا انت ما خلصتش، خلينا صراحه، في اي مجال طبي لا انت ما خلصتش، انت لسه عندك حاجات كتير تعملها، فانت يعني الكاب اند جاون ده هتلبسه كتير unless لو انت مش عايز تكمل دراسه، لان الماجستير دي حاجه اختياريه شويه، الله اعلم برضه، الا لو انت برضه في مجال طبي. ناس كتير بتحس اللي هو انا خلاص انا اي ديد انا خلاص يلا باي باي، لكن ناس كتير قوي بتحس بالعكس، بتحس بلخبطه، بتحس بخوف، بتحس بقلق، وفي ناس كتير قوي بتحس بوحده، لان بجد الجامعه فعلا بتاخد وقت كبير، وبيبقى حوالينا ناس كتير، يعني اكسبيرينسز بتبقى مختلفه جدا سبيشالي في العلاقات ومع الناس. الجامعه مرحله مختلفه تماما عن الحياه ما بعد والحياه ما قبل الجامعه. الجامعه فعلا بتشقلب البني ادم. كان هدف في الجامعه ان انا تو ميك ذا بيست اوت اوف ات، وعندي الصراحه ميموريز كتير حلوه جدا في الجامعه، وعندي ميموريز وحشه قوي في الجامعه، فانا عندي ميكس اوف بوث، ولكن ستيل اي وونت جو باك. الفكره بقى في ايه من بعد ما بنتخرج؟ انا شايفاها في الجيل الجديد اللي بعدي بقى ماشي، الاستعجال. لما انا اتخرجت كان في سوشيال ميديا، ولكن انا حاسه ان هي ما كانتش بالانتنسيتي بتاعه دلوقتي. الافكتفنس والانفلونس بتاعه السوشيال ميديا دلوقتي على دماغ الناس كتيره وتقيل، ما كانش عندي انا البار ده. في مقارنات كتير قوي، استعجال كتير قوي، في تقريبا الاهداف بقت كلها متشابهه which is actually sad. لو انا اهدافي متشابهه مع ناس كتير قوي، ده معناها ان it's either I'm trying to fit in او انا مش منتميه لحاجه.